شنطه الاسعاف اللي قد كده دي اللي هتبقى في شنطه العربيه بحل ازمه المرور والزحام؟ هل هناك علاقه بين دول؟ ما هو دي حضرتك يعني، بس انا عاوز اعلق تعليق على موضوع في الحكومه نص دقيقه ونخش في الموضوع وموضوع المجلسين. تمام. يعني احنا الحكومه من وجهه نظري غير مسؤوله. يعني انا مش بدافع عن الحكومه، بالعكس انا لو اتكلمنا في نقد الحكومه اذا من المسؤول؟ حاجات كتير جدا ممكن ننقد فيها. الحكومه مش مسؤوله، اذا من المسؤول؟ الحكومه قدمت مشروع قانون، مين اللي وافق عليه؟ النواب. يبقى مين المسؤول عنه؟ ادي النواب. المجلس هو المسؤول. النواب دي هي دي النواب اللي الشعب جابها. يعني النواب يعني يبقى مين اللي حاسب النائب هنا؟ الشعب اللي اختاره. طبعا الناس هي اللي تحاسبه، ولها طرق يعني كثيره جدا. عارف سياده النائب رايه ان احنا نقول للناس اديتوا ثقتكم الناس، بعد اذنكم حاسبوهم على هذه الثقه ولا تسحبوها. بالظبط. ما انا بقول لحضرتك مين اللي وافق في الاخر؟ هي المسؤوله ولا النائب هو المسؤول؟ لا انا رايي ان هناك تقاسما في المسؤوليه. بمعنى الحكومه هي عايزه كده، عايزه المجلس بالشكل ده. تمام. والمجلس راضي، وكل واحد عايز يبقى عضو مجلس شعب ويستمر، مش عايز برضه يعمل مشاكل. وانا عايز احمد بيه عايز يقول لنا يعني ليس مبرر. لا احنا عاوزين بس نوصل هي طالما فينا، بس هقول لحضرتك وهوصل معاك. مجلس الشعب جاي باشراف قضائي، يعني قصدي الحكومه ما عملتش نائب مجلس شعب، ما جابتش نائب مجلس شعب. اللي جاب مجلس الشعب اللي موجود حاليا هو الشعب، ومحدش يقدر ينكر الكلام ده كله، لا في الحكومه ولا في الشعب. اللي احمد بيه عايز يوصله لنا ايه بقى يا سياده النائب؟ عايز يوصلني ان انا ليس مبرر للحكومه ان القاضي او الشعب هو اللي اختار البرلمان ان انا ما اقدمش القانون اللي انا عايزه. بالزبط. لا انا لازم كحكومه برضو ان انا اكون مع المواطن، مع فعاليات المواطن، مع متطلبات المواطن. انا بقى المجلس العمليه مش فريقيه. انا كنائب احنا كده بنتكلم ان هي فريقيه. ايوه اهلي وزمالك ابيض واسود. بالظبط. لا احنا عايزين نكون كلنا بالظبط. احنا مش بنلوم الحكومه. بس اجي في موضوع زي دوت انا الوم اللي وافق الحكومه على صدور هذه التشريعات. في كل التشريعات هلوم النائب في كل طبعا مش النائب هو المسؤول قدامي كشعب. الكلام ده في تشريع او اثنين، انما مش في كافه التشريعات. ما هو ده دليل. يمكن الاستاذ هاني اكدها بمفهوم المخالفه، ان في كل التشريعات، لان فعلا هي دي بقت قاعده وهو ده الوضع يعني هضرب مثل بسيط يعني لحضرتك. سياده النائب في مجلس الشعب الحكومه تقدمت بقانون المرور. قانون المرور على فكره من افضل القوانين اللي ممكن تتخيلها لو احنا طبقناه صح. ايه ده القانون الحالي؟ انا هقول لك، بس لو احنا عملنا المقدمات الخطيره اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. المقدمات الخطيره ازاي؟ ان انت بتشرع لي وتمنعني ان انا اركن فوق الرصيف او جنب الرصيف وانت مش عامل لي ساحات انتظار. دي خطر، يعني خطا كبير يعني. وده ما بيقعش على وزاره الداخليه، ده بيقع على رئيس حكومه المفترض فيه ان هو يوفر طرق امنه قبل ما يقول لك حط الحزام. هقول لحضرتك حاجه، انت عارف انا بضحك اول لما الاقي الناس ماشيه في وسط القاهره عيني ومتذنبين كأن المصريين متذنبين ورابطين الحزام خشيه من قانون المرور. لا انا عايزين نقول الحزام ده عشان قبل ما نعمل الحزام نفكر ازاي يبقى طريق المرور فيه انسيابيه، العربيات ماشيه بحريتها، ان شاء الله ماشيه على 20 كيلو في الساعه، بس المهم يبقى فيه حركه، لكن العربيه واقفه. انتوا بتذنبوا الناس ليه بالحزام؟ هو عارف حضرتك المشكله عندنا هنا في مصر، السبب الرئيسي في حوادث المرور اللي موجوده على الطرق